وتحيه لكل المنابر الاعلاميه. معكم مبارك اوريور، اطار الدعم التربوي. نحن اليوم جسدنا الوقفه التي دعا اليها اطر الدعم التربوي والاجتماعي من امام وزاره التربيه الوطنيه. جئنا اليوم لنقول لوزير التربيه الوطنيه بان اطر الدعم التربوي والاداري والاجتماعي يطالبون بانصاف هذه الفئه التي تم تهميشها وتم يعني اقصاؤها من مجموعه من الحقوق التي يستفيد منها باقي اطر الاداره التربويه. فبالتالي نحن كاطر دعم تربوي واجتماعي نطالب الوزاره ونقول لها على ان تقوم بتحديد ساعات العمل في 24 ساعه بالنسبه للسلكين معا، بالنسبه للسلك الابتدائي والاعدادي، وكذلك تحديد ساعات العمل في 21 ساعه بالنسبه للسلك الثانوي التاهيلي بما يلائم اختصاص هؤلاء الاطر وبما يلائم الاجره التي يتلقونها. فبالتالي وكذلك نطالب الوزاره بفتح الحق لولوج مسلك الاداره التربويه وولوج يعني مباراه ديال التفتيش والتوجيه والتخطيط، وكذلك الحق في المشاركه في مناصب المسؤوليه. فهؤلاء الأطر فهم محرومون من كل الامتيازات التي يستفيد منها باقي أطر الإدارة التربوية وباقي هيئات وزارة التربية والتعليم. فنحن اليوم جسدنا هذه الوقفة الاحتجاجية بأن نقول ونؤكد على أن الأطر فهم عازمون على الاستمرار في المنادات والمطالبة بحقوقهم العادلة والمشروعة حتى تحقيقها وإلى آخر رمق، ولن نتنازل ابدا. فمن اجل نجاح الموسم الدراسي المقبل لا بد من توفير كل ما يلزم وتوفير كل وسائل العمل وتوفير كل الظروف الجيده لكي يقوم هؤلاء الاطر بمهامهم داخل المؤسسات التعليميه على اكمل وجه. ونجدد مطالبنا لهذه الوزاره ونقول لوزاره التربيه الوطنيه نريد تحديد ساعات العمل في 24 ساعه بالنسبه للسلك الابتدائي والاعدادي و24 ساعه و21 ساعه بالنسبه للسلك الثانوي التاهيلي. فتح الحق لولوج مسلك الاداره التربويه وفتح الحق لولوج مباراه التوجيه والتخطيط، وكذلك أن يكون لنا حق في الترقية بالشهادات، وكذلك أن يكون لنا حق في التعويضات كباقي الأطر، وكذلك أن تقوم الوزارة بإخراج مرسوم يدقق المهام بدقة، لأن هؤلاء الأطر يقوم إخراج لهم يعني مقررات وزارية التي هي مستفيضة وتحدد الكثير من المهام، منها مهام إدارية ومنها مهام تربوية. ونقول لهم على أن أطر الدعم التربوي والاجتماعي فمهامهم هي مهام تربوية وليست مهام إدارية. معك فاطمة سهرة، ملحقة تربوية من إقليم مكناس. جينا الآن تنحتجوا على المسودة اللي وضعتها الدولة أو اللي وضعتها الوزارة بالضبط، لأنها فيها تراجع كبير. هذه الهيئة اللي هي هيئة الملحقين التربويين كاين تراجع في المسارات، غلقت علينا جميع المسارات المهنية. إذا هذا الملحق واش يبقى 3 سنين العمل ديالو ملحق تربوي؟ علاش تغلقت هذيك المسارات؟ علاش ما تعطيناش الحق في الولوج ديال المباريات واللي ينجح الله يسهل عليه؟ كذلك جينا تنحتاجوا باش تحدد لنا المهام، واش حنا عندنا مهام اداريه او مهام تربويه؟ حنا تنديروا مهام اداريه زائد مهام تربويه، تنشتغلوا 38 ساعه دون تعويضات تكميليه. تحددنا بالضبط واش حنايا ضمن الهيئه الاداريه ام ضمن هيئه التدريس. بما ان هذا النظام جابنا ضمن الهيئه التربيه والتعليم، يعني خصنا حتى حنا عدد ساعات مثل هيئه التدريس، عدد الساعات ديالنا محدده بعمل تربوي فقط. الحركه فان لدينا حركه، ما عندناش حركه الكترونيه يعني مثل هيئه التدريس وجميع الاطر. عندنا حركه كتمتلأ يدويا وتمشي راه هنا اشاره المدير الاقليمي. اذا حنا بغينا حركه عادله تمتلأ الكترونيا وتمشي كسائر جميع الهيئات اللي كاينه في الوزاره. اليوم كتشوفوا وقفه احتجاجيه امام وزاره التربيه الوطنيه اللي كينظموها الملحقون بجميع التقسيمات اللي قسمتهم الوزاره، ها ملحقين تربويين، ها اداريين، ها اطر الدعم النفسي، ها اطر الدعم الاجتماعي. هاد الفئات كلهم مهمشين خلال الحوار اللي كاين مع الوزاره من اجل اخراج النظام الاساسي الجديد. كنتمناو ان النقابه تنتبه لهذه الوقفه الاحتجاجيه وانها تنصف الملحقين التربويين وتعطيهم الحق ديالهم. المطالب معقوله، خاص اي واحد يكون عنده مسار مهني مفتوح واعد، ماشي غلق المسار المهني
وعدد الساعات اللي كيشتغلها هاد الفئه كبر من التعويضات اللي كتاخذها. غياب التعويضات، عدد الساعات، المسار المهني. كنتمناو ان وزاره التربيه الوطنيه، السيد الوزير والنقابات انهم يكونوا قد المسؤوليه ديالهم ويتكلموا بالاسم ديالنا وبالصوت ديالنا وبالمعاناه ديالنا. معكم الاطار عبد الحكيم، اطار ملحق تربوي. اليوم الملحقين التربويين واطر الدعم التربوي والاجتماعي وكذلك اطر الاقتصاد اليوم جاوا امام مقر الوزاره باش يوصلوا الصوت لا للحقره لا للظلم لهذا الاطار هذا. اليوم جينا كنحتجوا على مساله اساسيه، وهي ان الوزاره تحاول ان تجعل من اطر الدعم اطر فقط بريكولاج، بمعنى انهم هم اطر لهم مهام تربويه اصيله. خلق هذا الاطار ليقوم بمهام على مستوى المؤسسات التعليميه بشكل تربوي، مهام تربويه، فاذا بالوزاره تقحمه في مهام اداريه لا يعوض عنها، ليس له حق في تغيير الاطار، ويمنع من تغيير الاطار الى متصرف تربوي، في حين تسند له مهام لهذا المتصرف التربوي والتي لا علاقة لإطار الدعم التربوي بهذه المسألة. ثم نتمن مسألة ديال أن إطار الدعم الاجتماعي أو وإطار الدعم التربوي صنف ضمن هيئة ديال التربية والتعليم، وهذا يعني نتمنه لأن الوزارة هذه هي النقطة اللي دارتها صحيحة في هذا النظام، هذه المسودة الجديدة، هي أنها أعطتنا ما هو تربوي، ولكن ضمن المهام تقحم الإطار الدعم الاجتماعي والتربوي في مهام هي مهام ديال واحد الاطار اخر اللي هي هيئه اخرى اللي هي هيئه الاداريه، هيئه التدبير الاداري. وبالتالي اطر الدعم التربوي اليوم والاجتماعي والاقتصادي يطالبون بالانصاف، يطالبون برفع الحيف والظلم على هذا الاطار. وتحيه لكل الاطر اللي حضروا اليوم في هذه الوقفه اللي بغينا نوصلوا الصوت ديالنا مسموع، واكيد نؤكده ان الصوت ديالنا الا ما وصلش فالمعركه مستمره ولن نخضع، لان المهام ديالنا سنقوم بمهامنا كما خلق هذا الاطار في اول لحظه، سنقوم بمهام تربويه ولن نخضع لمهام لا علاقه لنا بها. ثم سنطالب وسنبقى نطالب بحق الأطر الدعم والملحقين بجميع أطيافهم في الحق في تغيير الإطار، والحق في أن تكون لهم الكلمة ويكون لهم الصوت داخل المؤسسات التعليمية وجميع الإدارات اللي كيشتغلوا بها.